اولا شكرا على الاستضافه. حقيقه اشكر جزيل الشكر للجمهور الحاضر اللي ولا كيأتت مولاي رشيد بارك هذه الاجواء شويه صعيبه، وعطاو لو دوزيام شوف للفريق. انا دائما كنت كنلح وكنشد بان الاستاذ من 2014 وانا كيعرفني في المسيره، بان دائما كان الفريق اللي كيرجع في السكور كيكون عنده واحد الهيبه لا مثيل لها. كنظن بان الرجوع في المقابله وانتصار في الدقائق الاخيره ديالها كيرجع اولا اللعابه كلهم كو فيلسيت اي سورتو لي شونجمون اللي كانوا بينيفيك. لي شونجمون ما نقولش باني انا كنت، ولكن القراءه ديال المقابله فرضات عليا باش واحد الواحد نلعب لوتو بور لوتو، اما نهزم دو ولا نسجل. وإفيكتيفمون اللي بانا بدر في رجوع المقابله واحد لواحد عاود زكا سميتو ماركا دوزيام بيت، زكينا لو نيل بار لو بي ديال حمودي فيلالي. وفي الدوزيام ميت او في الاخير ارتأيت باش ندخل لي دو اتاكون اللي عندهم الاكسبيريونس، هو سمير العليب وبلال التالي. وفعلا تعثرنا الاصابه ديال قتلنا المقابله بهذيك 3-2. هنيئا لشباب المسيره، هذا الفوز كان بامكانه باش تكون العلامه الكامله 4 ماتش 4 فيكتوار. مي ربي ما يسرش في سلا، كان بامكاننا باش نرجعوا 3 بوان سلا مالغري لا دوميناسيون وغلطينا بزاف ديال ليزوكازيون. اليوم كنا ناقصين من 2 لاعبين، ما هادشي ما تينقص من الكفاءه ديال اللي لعبوا. كنظن بان لاعبين داروا ولفوا هاد التوليفه ولاو عندهم بحال شي برانسيب ولا شي مبادئ اللي دخل تيقضي. وفعلا الحب الفريق بعضياتهم والالتحام بعضياتهم خلاو باش داك، وحتى باش سمعوا بان كاينه اللجنه اللي تشهر على تسيير المسار ديال شباب المسيره. كان في دار واحد الصدى كبير على اللاعبين سيرتو المجربين اللي فايتين اللاعبين بور دوزيام اني ولا تروزيام اني في شباب المسيره. اهنئهم جزيل الشكر وهنيهم جزيل كثير. ومن طون كنتمنى عوده لمدينه فاس للفريق اللي كنحترم فريق وداد فاس هارد لاك، ونتمنى من الله باش يعرفوا كيفاش ينيغوسيو. عندهم فريق شاب، فريق كله من الامر كما قلت في لارينيو تكنيك، فريق تنقصوا شويه الخبره، ولكن كانوا لاعبين اكسبيريمونتي. لا سي با لابين باش نجيب السميات باش ما ننساش واحد. هارد لاك ونتمنى لهم مزيد من التفوق، لا هما ولا جمعيه سلا ولا الراك، حيت هادو فرق عندها تاريخ وعندها خبره كبيره في دوزيام ديفيزيون. ونتمنى مسار جيد لما تبقى في البطوله. وكما اتمنى ما تفوتنيش الفرصه باش نبارك الساكنه ديال العيون وجميع من يسكن في الاقاليم الصحراويه بدخول شهر رمضان الكريم. الله يدخلونا بالصحه والسلامه لملكنا وشعبنا والازدهار والرفاهيه وراحة البال. ونتمنى من الله باش الشباب المسيره ترجع للمكانه ديالها كتستحقها، باش الناس تعاود ثاني تبلاصه الغضف، باش تجي نستضفوا الوداد ونستضفوا الرجاء ونستضفوا بركان ونستضفوا الجيش. يعني نرجعوا للزمن الجميل اللي كان فيه سي مديح الله يرحمه وجميع من عاشر فريق شباب المسيره في القسم الاول. وشكرا. سي سعيد، 10 نقاط في 3 مباريات، واش سعيد ما تيفكرش بان باقي المباريات تلعبوا من اجل صعود فريق القسم الاحترافي الاول؟ السؤال اللي طرحتيه عليا في الناسيونال كنتذكر وجاوبتك بان احنا نيغوسي ماتش بار ماتش، والوقيته اللي وصلنا بان ربحنا 4 ماتش الاكستيريور. جو مغابلي برنوسي، النصوريه، سيدي قاسم، درنا نيل من الناظور. قلت لك بان اليوم نجاوبك على السؤال. ودابا نقول لك بان عندنا 2 مقابلات حارقه في ملتقى الطرق، هي خريبكا وبني ملال هنا
والكوكب وجديده. هذو مقابلات مع فرق عندها تاريخ وعندها باع وعندها اكسبيريونس كبيره، هادو من بعد نسول او نجاوبك على هذا السؤال، ونتمنى من الله باش يطولنا العمر وندوزو شهر رمضان بخير. وهذا موعدنا في الاسبوع المقبل مع ادراس السوسي للابحاث ولا الاكاديميه ديال الموزه. كما نقول هنيئا لجميع مكونات شباب المسيره وهارد لك لوداد. الرحمن الرحيم. اول حاجه كنبغي نشكر الجماهير اللي كتساندنا من بدايه الموسم، كندوم هذا الرباح للمكتب للمدرب الاداره التقنيه والاداره الفنيه، والحمد لله كنشكر الدراري كاملين اللي قاموا بواحد المجهود. كما نشوف مقابله يعني صعيبه ضد خصم صعيب اللي كينافس على واحد العام، والحمد لله الدراري قالوا الكلمه ديالهم. الحمد لله لا خوف على فريق شباب المسيره بهذا المكسب ان شاء الله جديد. نتمنى ان شاء الله يعطي الافاده ويزيد فرقه لقدام ان شاء الله، والموسم الجاي ان شاء الله نطلعوا البريمير سيري والله يسهل على الجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم كنا كنعرفوا المباراه غتكون صعبه ملي كتلعب مع الفرق اللي كتدي الترتيب ديال المباريات كتكون تنافسيه. الحمد لله الدراري عرفوا يجروا المقابله. كما شفتوا كنا منهزمين 2 مرات في المباراه، حاولنا نرجعوا في هذه كتحسب للاعبين لان فرص كاركتر. وثانيا كنشكروا الجماهير اللي ساندتنا بقوه وشكرا.